في ليلة من ليالي الشتاء الجو كان ساكت سكون يخوف. أدهم رجع بيته متأخر وكانت الكهرباء قاطعة في الشارع كله. البيت كان ضلمة تقطع القلب، بس هو قال يلا يا عم هنولع كشاف الموبايل وخلاص. دخل قفل الباب، بس أول ما لف سمع نفس حد وراه. وقف مكانه قلبه واقع. بص بالكشاف ناحية الصوت، مفيش حد. قال لنفسه أكيد تخريف، يلا ننام. طلع أوضته وقبل ما يقفل الباب لمح حاجة غريبة في المراية. وش حد واقف وراه، بس الوش مش شبه البشر. كان طويلة قوي، عينه سودا زي الفحم وفمه مفتوح كأنه بيصرخ بس من غير صوت. أدهم اتشال، اتنفس بسرعة، لف بسرعة يشوف مين وراه. مفيش. بص تاني للمراية، الوش لسه موجود. والمصيبة الوش بدأ يقرب ويقرب ويقرب لحد ما بقى وشه لازق في المراية من جوه. أدهم جاري يمسك باب الأوضة، بس الباب اتقفل لوحده. الموبايل وقع، النور اتطفى، وبقى سامع نفس الشخص اللي وراه. المرة دي مش نفس واحد، ده صوت 3 4 5 أنفاس حواليه من كل ناحية. حد همس في ودنه بصوت مبحوح. ارجع. بص في المراية، أدهم قاعد يعيط، بس غصب عنه بص لقى جسمه هو اللي واقف في المراية، بس من غير راس. والوش اللي كان في الأول بقى محطوط مكان رقبته. وأول ما حاول يصرخ النور قطع في الشارع كله مرة واحدة، والناس سمعت صرخة جامدة. بس لما طلعوا يشوفوا بيت أدهم كان فاضي، والمراية كانت واقفة لوحدها في نص الأوضة، وفيها الوش لسه باصص وبيضحك. وهنا نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول. لو عجبك متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس سلام.